يمكن كثير منكم راح ينصدموا من العنوان، ولكن تعالوا معي وراح اشرح لكم باختصار تام عن حياة اليوتيوبرز ابو فلة وايش الاشياء اللي قاعد يسويها وما حد يدري عنها. في البداية خلوني اول شيء اعرفكم عن ابو فلة. ويوتيوبرز من جنسية كويتية، وكان وضعه المادي جدا سيء في البداية، وهذا الشيء اجبره انه ما يكمل دراسته. وفي 2016 في شهر 7 بالتحديد يوم 27 دخل ابو فلة مجال اليوتيوبر. كانت له بداية عادية مثل اي انسان راح يبدأ في مجال اليوتيوب، من انتقادات ومن تعليقات سلبية، ولكن مع هذا كله حاول ابو فلة انه يوقف على رجلينه ويثبت للكل انه راح يتمسك بحلمه، وانه راح يصير بيوم من الايام شخصية مشهورة والكل يعرفه. وفعلا بعد توفيق الله عز وجل هذا اللي صار، ووصل ابو فلة 1,000,000 و2 مليون و3 مليون و4 مليون و5 مليون مشترك على قناته في اليوتيوب، بسبب انه ما تنازل عن حلمه وثقته جدا بربه. طيب يا عزوفة، ترى انت ما قلت شيء غريب، الشيء اللي قلته في كل اليوتيوبرز في العالم عندهم متابعين والناس يحبونهم وعندهم انتقادات، وما في شيء يفرق ويغير ابو فلة عن الباقيين. لا لا لا، مين قال لك انه ابو فلة ما يفرق عن غيره من اليوتيوبرز؟ ابو فلة انسان عنده مشاريع خيرية وعنده أعمال ما عمر أحد في الكون سواها. تخيلوا إنه أبو فلة لما وصل 5 مليون مشترك سوى مسجد في موزمبيق سماه مسجد أبو فلة ومتابعين. لما وصل أبو فلة 6 مليون راح اشترى سيارة أحلام أخته وأعطاها بهدية جميلة جدا لها. ولما وصل 8 مليون تكفل بعثة 8 طلاب من دول فقيرة ونائية. ولما وصل 9 مليون راح اشترى سيارة أحلامه وفرح نفسه. ولما وصل 10 مليون اشترى 10 سيارات ووزعها على متابعينه. ولما وصل 11 مليون راح وفتح على برنامج تي في وقال أي شخص يعرفه يعطيه بلاي ستيشن 5. ولكن لما وصل 12 مليون متابع راح وبنى 12 بيت متكامل للاجئين السوريين اللي يناموا بخيماتهم وسط البرد. لما وصل ابو فلة 15 مليون مشترك قام بتوزيع 15 سيارة على متابعينه. وعندما وصل 18 مليون مشترك راح واشترى لاخوه سيارة احلامه. وعندما وصل 19 مليون مشترك راح واشترى سيارات ووزعها على اصدقائه. ولكن الصدمة لما وصل 20 مليون مشترك راح وفتح بث على قناته في اليوتيوب وقرر انه يجمع $1,000,000 لخدمة اللاجئين السوريين. اللي سواه ابو فلة ما عمر اي انسان في الكون يقدر يسويه، لا حاكم دولة ولا يوتيوبر ولا في واحد في الشرق الاوسط ولا في واحد اصلا في الكرة الارضية كاملة قدر انه يجمع $1,000,000 عشان يتبرع فيه للضعفاء والمساكين. ابو فلة ما راح وخلى اسمه يظهر على برج خليفة، ولا راح ابو فلة يشتري السيارات الفاخرة ويستعرض فيها. لا، ابو فلة استفاد من الشيء اللي قدمه ربي له وساعد غيره، وحول كل نجاح المشاريع خيرية. ويا ليت هنا وبس، تخيلوا انه بعد مقطع صغير شافه ابو فلة قرر انه يسوي شيء ما عمر احد راح يسويه في الكون هذا كله. بخلي لكم المقطع وبيكم تشوفوا الشيء اللي شافه ابو فلة وايش العمل اللي سواه. انت بتعرفي انه جاي 2022 سنة جديدة؟ ايه بتعرفي. طيب شو تتمني؟ اتمنى خيمة. شو بتتمني؟ خيمة. كثير من مقاطع الفيديو زي هذه انتشرت في السوشيال ميديا مؤخرا، ولكن الكل يشوف وما يقدر يسوي ولا شيء. لكن ابو فلة كان له رأي ثاني في الموضوع هذا. تخيلوا انه قرر ابو فلة انه يحبس نفسه في غرفة زجاجية وما يطلع منها الا بعد ما يجمع $10 مليون. انتم متخيلين الرقم هذا؟ تعرفوا ايش معنى $10 مليون؟ معناها انه يؤوي 100,000 عائلة، ما يقارب 300,000 إنسان قاعد يرتعش تحت قوة البرد هذه اللي ما ترحم. يعني إنه في أطفال قاعدين يرتعشوا تحت خيماتهم وما يلقوا حتى بطانية ولا ملابس ثقيلة عشان يتدفوا من قوة البرد. حاليا في الوقت اللي تسمعوا فيه القصة أبو فلة فاتح بث وقاعد يسوي مشروعه الخيري اللي بإذن واحد أحد إنه راح يوصل $10 مليون. فأتمنى منكم إنكم تروحوا تحضروا بث أبو فلة وتحاولوا قد ما تقدروا انكم تساعدوه بالدعم المادي. واذا ما عندك قدرة انك تدعم ابو فلة فالدال على الخير كفاعله، او انك تشارك القصة مع اكبر عدد من الناس لعل يجي انسان عنده القدرة المادية ويروح يدعم ابو فلة ويكون الاجر مشترك ما بيني انا وانت وهو. ثامن، اسأل من الله العلي العظيم بقد رحمته بعباده انه يوفق ابو فلة ويوفق الناس اللي فيهم بذرة الخير انهم يجمعوا المبلغ هذا عشان يدفوا اجسام الاطفال اللي قاعدة ترتعش تحت البرد. واتمنى منكم انتم انكم تطلعون القصة هذه اكسبلور بقد ما تقدرون، لعل انا وانتم يكون لنا نصيب من الاجر والثواب هذا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.